لو ما تعرفش تعالى عشان اقول لك. النهارده حصل عطل مفاجئ لكل شبكات المحمول والخطوط الارضي كمان والانترنت والمحافظ الالكترونيه، طبعا فودافون كاش واورنج كاش، اي حاجه فيها طبعا محافظ الكترونيه او انستا باي. فلو انت بتبعت فلوس لحد او حد بيبعت لك فلوس، خليه يوقف الكلام ده نهائي، او يعني لحد بس ما نعدي المرحله ديت ونشوف الموضوع هيخلص على ايه. عشان خاطر طبعا ده كله بسبب الحريق اللي حصل النهارده في سنترال رمسيس، وده المفروض السنترال الرئيسي اللي مبني بقاله 98 سنه، واللي هو بيغذي كل الشبكات بتاعت محافظات مصر. يعني لو الانترنت قاطع عندك دلوقتي مثلا، او الشبكه بتاعتك بتعلق او الكلام ده كله، ده وارد جدا، لان في ناس يعني عندها نت وفي ناس ما عندهاش. في ناس طبعا برضو عندها مشكله في الاتصال، في ناس ما عندهاش. ولكن هم دلوقتي يعني حرفيا بيحاولوا ان هم يعني الحمايه المدنيه بتحاول انها طبعا تطفي الحريق دوت. وفي ناس طبعا في اصابات، يعني ربنا يعني يقومهم بالسلامه. وفي نفس الوقت برضو نتمنى الموضوع دوت يتحل باسرع وقت، لان ده يعتبر كارثه او خلل ممكن يواجه المحافظات كلها خلال الساعات الجايه، لان في مشكله كبيره. وهي طبعا ان المفروض يعني يبقى في بديل، او يعني المفروض طالما سنترال رئيسي مسؤول عن كل المحافظات في شبكات طبعا يعني الاتصال او الانترنت او كان، لان كل حاجه ماشيه في حياتنا احنا عموما بالاتصال وبالانترنت. و يعني ناس كتير دلوقتي بقت بتشتغل عن طريق انستا باي والمحافظ الالكترونيه، في ناس كتير شغلها على النت. فالموضوع دوت لو حصل تعتبر كارثه كبيره جدا، فبنتمنى انها تخلص على يعني باقل الخسائر وتخلص في اقرب وقت، عشان برضه مصالح الناس ما تتعطلش. والمفروض يبقى في دي حاجه مثلا تكون انذار، ان يبقى في بديل، او مثلا لو حاجه حصلت تاني وارده في السنترال، يعني بعد الشر يعني، ويعني ربنا يحفظنا جميعا ويحفظ مصر من اي شر. نتمنى ان دوت برضو يكون في حاجه بديله سريعه عشان خاطر مصالح الناس طبعا ما تقفش. سلام، ونتمنى السلامه طبعا لكل الناس، ومع السلامه.